هنكمل بقى مين؟ هنكمل التراجينومتريك سبستيتيوشن. التراجينومتريك انتجريشن. وزي ما احنا قلنا كان عندنا 3 قوانين كده، ان ساين سكوير اكس زائد كوزين سكوير اكس يساوي 1، و1 زائد تان سكوير بسيك سكوير، و1 زائد كوتان سكوير بكوسيك سكوير. 100 100. القوانين اللي كانت بعد كده ان لو انا عندي ساين 2 اكس بفكها ل2 ساين نص الزاوية كوزين نص الزاوية، هنا 2 اكس اصبحت هنا اكس واكس، والاتنين ديت قانون ملهاش دعوة بالاتنين دي خالص. وقلنا برضو ان الساين سكوير اكس ممكن اشيلها واحط مكانها كام؟ احط مكانها نص في 1 ناقص كوزين 2 اكس. وكنا قلنا برضو ان الكوزين سكوير اكس عبارة عن نص في 1 زائد كوزين 2 اكس، صح كده؟ النهارده بقى نحب نضيف 3 قوانين كمان مهمين جدا. 3 قوانين مهمين جدا. بنجيبهم لك من هنا واحطهم لك عندك في الملف بحيث ان انت ايه ما تدوخش. ال3 قوانين دول مهمين جدا، اللي انت برضو تكون عارفهم. تمام. بيقول لك هنا ساين A كوزين B، لو الراجل جاب لك انتجريشن ساين مثلا A كوزين B مثلا، ديت انا ما بعرفش اعمل لها انتجريشن. ليه؟ ما بعرفش اعمل لها انتجريشن عشان الزوايا عندي مختلفة. عارف لو كانت نفس الزوايا كانت سهل، انما هنا الزوايا مختلفة، فلازم أنا اشيل دوت واحط مكانهم مين؟ نص ساين طرح الزاويتين زائد ساين جمع الزاويتين. ده لو كان ساين كوزين. لو كانت ساين ساين يبقى نص كوزين الطرح ناقص كوزين الجمع. طب لو كانت كوزين كوزين يبقى نص كوزين الطرح زائد كوزين الجمع. تمام. احب اجيب لك مثال على الحوار دوت عشان تفهم معانا برضو الدنيا ماشيه ازاي. الراجل مثلا بيقول لك هنا مين؟ ساين كوزين. تمام. الراجل هنا بيقول لك هات لي انتجريشن ساين 4 اكس كوزين 5 اكس. المساله ديت يا جدعان انا ما اعرفش احلها عشان الزوايا عندي مختلفه. لو كانت الزوايا شبه بعض كنا ممكن نحلها باي قانون، سبستيتيوشن بارت باي بارت باي حاجه كنا هنسلك. انما هنا الزوايا بتاعتي مختلفه، 4 اكس و5 اكس، فما اقدرش اشتغل الا لما اعمل ايه؟ الا لما استخدم القانون ده. لما القانون بتاع الساين كوزين، لو احنا رجعنا كده هلاقي ان القانون بتاع الساين كوزين بيقول لي ايه؟ بيقول لي لما تلاقي ساين كوزين بيبقى نص ساين الطرح زائد ساين الجمع. يبقى انا هشيل الكلام دوت واجي هنا كده واقول ان هو نص انتجريشن نص مضروبه في ساين الفرق اللي هو 4 اكس ناقص 5 اكس اللي هو بسالب اكس زائد ساين المجموع اللي هو بكام؟ ب9 اكس. لو انا رميت النص ده بره وعملت انتجريشن للساين سالب اكس هيكون كام؟ هيبقى كوزين سالب اكس بس مقسوم على كام؟ على سالب 1، وهي سالب كوزين سالب اكس على سالب 1. تمام. زائد الانتجريشن بتاع الساين هيكون سالب كوزين 9 اكس مقسوم على على الديفرنشيشن بتاع 9 اكس اللي هو كام؟ 9 بلس السالب. ماشي كده يا شباب؟ يعني انا ممكن اختصرها كده، السالب 1 مع السالب تبقى نص مضروبة في كوزين اكس ناقص كوزين ال9 اكس على كام؟ على 9 بلس السي. يبقى انا مسألة شبه دي كده لما تجيلي مش هعرف احلها الا لما استخدم قانون من الثلاثة دول. فدول مهمين. اللي انت انا كنت سهل بالنسبه لي ان انا اجي اول حصه ارمي لك كل القوانين واقول لك احفظها، بس انا في كل حصه بوريك احنا بنستخدم القوانين ديت هنا ليه. فاعتقد ان انت كده تفهمهم وتحفظهم احسن يعني. ماشي.
دوت هنا بالنسبة للحوار ده. وكذلك بقى لو الراجل جاب لك المثالين دول حطهم لك برضو هنا في الملف، محتاج ان انت ايه تحلهم وتبعت لي الحل بتاعهم. ماشي. فين الثلاث مسائل اللي احنا قلنا عليهم الحصة اللي فاتت؟ انا والله ما حليتهم صراحه. تمام. لما تذاكروا بقى حلهم وبعد. ماشي. هسيب لكم السؤالين دول. طبعا ده ساين كوزاين ودوت كوزاين كوزاين. طبعا لما كان ساين كوزاين بنستخدم القانون اللي هو نص كوزاين نص ساين الفرق ناقص ساين المجموع ولا زائد ساين المجموع. ولما بيكون كوزاين كوزاين بيبقى نص كوزاين الفرق زائد كوزاين المجموع. تمام. هسيب لكم السؤالين دول. معلش هم بس بيجوا بهذول الثلاث حالات، يعني ما في لا كوتان، ما في. لا بيجي لا اما ساين لا اما كوزاين، الثلاث قوانين دول بس. تم. دي طريقة. الطريقة التانية بقى أو المسائل التانية اللي هو يجي يجيب لك مسائل بالشكلية ديت ويقول لك أنا عايز أجيب الانتجريشن مثلا بتاع انتجريشن كوزاين أس 3 في ساين أس 4 مثلا. المسائل شبه ديت كده هي في حكاوي كتير قوي. بيجي يقول لك بقى لو كان الباور اود، لو كان الايفن، طب لو كان مش عارف ايه، في كام حالة كده. بس أنا بحب أشتغل بالطريقة اللي احنا بنشوف مين هنا اللي الباور بتاعه أعلى. الساين صح؟ فباخد الساين وافرضها بيو سبستيتيوشن يعني. هعمل ديريفاتيف يبقى كوزاين اكس دي اكس بيساوي دي يو. يبقى الدي اكس بكام؟ بدي يو اوفر كوزاين اكس. حلو كده. واروح اعوض في المسألة. يبقى انتجريشن كوزاين اس 3 اكس مضروبة في الساين انا شلتها وحطيت مكانها يو، هتبقى يو اس 4. شلت الدي اكس وحطيت مكانها دي يو على كوزاين اكس. صح كده؟ بلاحظ هنا ايه؟ ان كوزاين اكس راح مع التلاتة بقى لي كوزاين تربيع. المسألة أصبحت كوزاين تربيع إكس مضروبة في يو أس 4 بالنسبة للدي يو. ما ينفعش المسألة بتاعتي تكون بالنسبة للدي يو ويكون فيها إكس، فلازما أحل المشكلة ديت. زمان كنا بنحل المشكلة ديت اللي احنا نروح نبص لمين؟ للفرد. إنما في التراجيومتريك سبستيتيوشن مش هينفع أروح أبص للفرد بتاعي، مش هيوصلني لحاجة عشان اليو بساين مش هعرف أعمل حاجة. فهنا أعمل إيه بقى؟ أصل لازم بقى أفتكر قانون من التلاتة. الكوزاين سكوير ديت احنا كنا ممكن نشيلها ونحط مكانها واحد ناقص ساين سكوير. مش احنا عندنا قانون بيقول ان ساين سكوير زائد كوزاين سكوير بيساوي واحد؟ يبقى انا ممكن اشيل الكوزاين سكوير واحط مكانها واحد ناقص ساين سكوير. خلاص. يبقى واحد ناقص ساين سكوير اكس في يو اس 4 دي يو. ايه اللي انا استفدته لما انا عملت الحركه ديت؟ لان انا اصلا فارض ان الساين اصلا بيو. صح ولا انا غلطان؟ انا يعني ان كل ساين اكس هشوفها في المساله هشيلها واحط مكانها يو. انا اكيد بقول لك في الاخر انتجريشن واحد ناقص يو سكوير مضروبه في يو اس 4. عشان احل المساله ديت اول حاجه ادخل يو اس 4 على البراكت فتبقى انتجريشن يو اس 4 ناقص يو اس 6 بالنسبه للدي يو. اعمل انتجريشن يبقى يو اس 5 على 5 ناقص يو اس 7 على 7 بلس مين؟ بلس الثابت. زي ما احنا قلنا قبل كده ما ينفعش المساله تكون في اكس وانا اسيبها له في يو. هشيل يو احط مكانها ساين فتبقى ساين اس 5 اكس على 5 ناقص ساين أس 7 إكس على 7 بلس مين؟ بلس الثابت. واضحة كده يا شباب ولا مسألة تافهة؟ صح ولا أقول تاني؟ ممكن نقول كمان مسألة وليكن مثلا المسألة دي عشان بس أوضح لك حاجة يعني. لو الراجل جاب لي مسألة شبه ديت كده فأنت المفروض تقول لي بنفس السيستم اللي إحنا هشوف مين اللي الباور بتاعه أعلى وأفرضه. صح؟ بس هنا في روت. بينما هنا في روت يبقى أنا هفرض الكوزاين. ليه؟ ما دوت الروت دوت حالة من حالات السبستيوشن الأساسية مش السبستيوشن العادي. كنا بناخد اللي ما بين الأقواس اللي تحت الروت الأنجل اللي ما بين اللين. صح؟ حالة أساسية. ففي الحالة ديت هناخد مين؟ هاخد الكوزاين. يبقى أنا هقول إن الكوزاين إكس بمين؟ بيو. وراح أعمل ديريفاتيف يبقى سالب ساين إكس دي إكس دي يو. يبقى الدي إكس
بدي يو على سالب ساين اكس. يلا يا حاج روح عوض. يبقى انتجريشن الروت بتاع اليو مضروب في ساين أس 3 اكس، واشيل الدي اكس واحط مكانها دي يو على سالب ساين اكس. تمام. هلاقي ان السالب ساين راح مع التكعيب يبقى لي تربيع. يعني اكني بقول لك سالب اللي هو السالب اللي تحت دوت مضروب في انتجريشن الروت يو مضروب في الساين سكوير. هعمل ايه عشان اشيل الساين سكوير ديت؟ هروح افكر في هتساوي واحد ناقص كوزاين كوزين. سكوير. الله عليك. يبقى روت يو مضروبة في واحد ناقص كوزاين سكوير اكس دي يو. هشيل الكوزاين واحط مكانها الفرض اللي انا فرضه، انا شايل كل كوزاين وحاطط مكانها يو، فتبقى عبارة عن نيجاتيف روت يو في واحد ناقص اليو سكوير بالنسبة للدي يو. الروت يو دوت اللي هو يو اس نص صح؟ تبقى يو اس نص مضروب في واحد بيو اس نص ناقص يو اس خمسة على الاتنين دي يو. صح كده؟ بعد كده ازود على الباور واحد يبقى سالب، هزود على الباور واحد يبقى يو اس تلاتة على الاتنين، وهنا اتنين على التلاتة ناقص يو اس سبعة على الاتنين، وهنا اتنين على سبعة زائد السالب. بعد كده اشيل اليو واحط مكانها كوزاين الفرض اللي انا كنت فرضه، فيبقى سالب اتنين على تلاتة مضروب في كام؟ مضروب في سالب اتنين على تلاتة مضروب في كوزاين أس تلاتة على الاتنين إكس زائد اتنين على سبعة في كوزاين أس سبعة على الاتنين إكس زائد مين؟ زائد الصفر. تمام يا شباب؟ لو قلنا كمان مسألة مسألة شبه دي كانت هنحل ازاي؟ هشوف مين الأعلى في الباور. مين الأعلى في الباور؟ الساين. ساين. فده بيو. هجيب الديريفاتيف يبقى كوساين اكس دي يو دي اكس ايكوال دي يو. يبقى الدي اكس عبارة عن دي يو اوفر كوزاين اكس. روح عوض يلا. يبقى انتجريشن يو اس تلاتة مضروبة في كوزاين سكوير اكس، واشيل الدي اكس واحط مكانها دي يو على كوزاين اكس. من هنا كده هبدأ اعمل ايه؟ اشيل الكوزاين مع كوزاين تربيع، فيبقى لي انتجريشن يو اس تلاتة مضروبة في مين؟ مضروبة في كوزاين اكس دي يو. هعمل ايه بقى دلوقتي عشان اجيب قيمة الكوزاين اكس ديت؟ عندي هنا حل. ارسم المثلث واجيب منه قيمة الكوزاين اكس. مش انا دلوقتي لو انا فارض ان الساين اكس بيو صح؟ يعني انا لو عندي زاوية اسمها اكس يبقى الساين بتاعتها بيو اللي هو مقابل على وتر اللي هو يو على واحد يعني. يبقى الضلع دوت بكام؟ بواحد ناقص اليو سكوير. يبقى انا ممكن اجيب الكوزاين اللي هو الروت بتاع الواحد ناقص اليو سكوير على واحد صح؟ يبقى انتجريشن يو اس تلاتة مضروب في الروت بتاع الواحد ناقص اليو سكوير دي يو. وهضطر هنا ان انا اشتغل كمان سبستيتيوشن، لان انا هاخد اللي تحت الروت وافرضه بمين؟ بزد مثلا. يبقى 2 يو دي يو بدي زد، يبقى الدي يو بدي زد على سالب 2 يو صح كده؟ يبقى انتجريشن يو اس 3 في الروت بتاع الزد والدي يو اللي هو دي زد على سالب 2 يو. من هنا كده الاقي ان اليو راحت مع التكعيب، بقى لي يو تربيع في الانتجريشن بتاع مين؟ الزد دي زد. عايز اجيب قيمة اليو تربيع هرجع لمين؟ للفرض بتاعي. اليو تربيع تبقى بكام؟ واحد ناقص الزد صح؟ واحد ناقص الزد مضروبة في الروت بتاع الزد دي زد. يعني بمعنى أصح أكني بقول لك إن هي زد أس نص ناقص زد أس تلاتة على الاتنين بالنسبة للدي زد. هتبقى زد أس تلاتة على الاتنين وهنا اتنين وهنا تلاتة
ناقص زد أس 5 على الاتنين، وهنا 2 وهنا 5 زائد مين؟ زائد الثابت. بعد كده أشيل الزد وأحط قيمتها اللي هي 1 ناقص يو سكوير، صح؟ يبقى 2 على 3 في 1 ناقص اليو سكوير كل أس 3 على الاتنين، ناقص 2 على 5 في 1 ناقص اليو سكوير الكل أس كام؟ 5 على الاتنين زائد الثابت. وبعد كده أشيل قيمة اليو وأحط قيمتها اللي هي كام؟ اللي هي ساين إكس. تمام؟ يبقى 2 على 3 في 1 ناقص الساين سكوير إكس كل أس 3 على الاتنين، ناقص 2 على 3 في 1 ناقص ساين سكوير إكس كل أس 5 على الاتنين زائد الثابت. ده حل. تمام؟ ده حل يا شباب. أعتقد اللي هو طويل سيكا. طب إحنا لو كنا خدنا نفس المسألة بس فرضنا مين بقى؟ فرضنا الكوزاين هو الفرض بتاعنا، هو اللي بيو، يبقى سالب ساين اكس دي اكس بيساوي دي يو. يبقى الدي اكس بكام؟ بدي يو على سالب ساين اكس، صح كده؟ روح عوض، يبقى انتجريشن ساين اس 3 اكس في يو سكوير في دي يو على سالب ساين اكس. هلاقي ان الساين اكس ده راح مع التلاتة، واللي اتبقى لي سالب انتجريشن ساين سكوير في يو اس 2 دي يو. طب والساين سكوير دي هجيب قيمتها منين؟ من 1 ناقص كوزين سكوير، صح؟ 1 ناقص كوزين سكوير اكس مضروب في يو سكوير دي يو. طب ما انا اصلا فارض ان كل كوزين بيو، صح كده؟ يبقى انا هشيل الكوزين ديت واحط مكانها يو، فيبقى يساوي نيجاتيف انتجريشن 1 ناقص اليو سكوير مضروبة في يو أس 2 دي يو. اضرب يلا يا عم، يبقى سالب انتجريشن يو أس 2 في يو أس 4 دي يو. زود على الأس 1 يبقى يو أس 3 على 3 زائد زود على الأس 1 يو أس 5 على 5 زائد الثابت. يعني بمعنى أصح أعمل إيه؟ شيل اليو حط له كوزاين وتبقى نيجاتيف كوزاين تكعيب إكس على 3 زائد كوزاين أس 5 إكس على 5 زائد مين؟ الثابت. ده أنا عايز أقوله لك بالمسألتين، بنفس المسألة اللي أنا حليتها، اللي أنت لو دخلت في سكة غلط شبه ما إحنا دخلنا في المسألة الأولانية دي كده هتوصل، بس هتتعب شوية. تمام؟ إنما لو أنت قريت المسألة صح أو فهمت المسألة صح من أولها، يعني أنت بعينك كده أول ما تبص للمسألة افرض الفرض بعينك كده وشوف لما أنا اشتقيت مين راح ومين بقى، بعينك كده تعرف أنت هتفرض مين الأول. طب دي أنت هتكتسبها إمتى؟ لما أنت تحل كتير بقى على الجزئية دي، تلاقي نفسك أنت بتفرض المسألة وبتحلها قبل ما تكتب في الكشكول، وهتكون عارف أنت هتوصل لإيه. افتحوا المايك كده اتكلموا معايا. يعني هو تبقى مش شرط دايما ان انا استعمل الباور الاكبر، ممكن عادي استعمل الباور الاقل. عادي، بس ده إمتى؟ لما ألاقي إن المسألة، يعني ممكن امسك كده ايه قبل ما ابدا في المساله حل بشكل صريح، امسك الورقه كده في مسوده كده على اليمين وابدا افرض اشوف مين الفرد اللي هيمشي صح او اللي هيمشي معايا اسرع. انت فاهم ازاي؟ هو انت لو فرضت ده او ده هتوصل، بس واحد هيطفحك الدم لحد ما توصل له وواحد هيجي معاك سالك، فانت مهمتك بقى ان انت تعرف مين السالك. طب انا مش عارف بقى المهمه او انا مش عايز اشغل بالي بالحته ديت، خلاص يبقى انا هوديك على جدول، الجدول ده تحفظه. تمام؟ قال لك اهو، لو الباور بتاع الساين كان عدد اود والباور بتاع الكوزين كان عدد ايفن، الاود ده اللي هو فردي اللي هو 1 و3 و5 و7، والايفن اللي هو زوجي اللي هو 2 و4 و6 و8. تمام؟ اول حاله عندك بيقول لك ايه؟ لو كان، لو حد فيكم عايز يحفظها يعني، لو كان الباور بتاع الساين اود والباور بتاع الكوزين ايفن، روح عوض التعويضه دي، حط ان اليو كوزين واشتغل. طب لو كان الباور بتاع الساين ايفن والباور بتاع الكوزين اود، روح حط التعويضه دي ان اليو بساين. طب لو كان ده ايفن وده ايفن، روح حط الايه، التعويضه دي، شيل الكوزين تربيع وحط قيمتها والساين تربيع وحط قيمتها. ماشي؟ ماشي. طب لو كان ده اود وده اود، اي طريقه من كيس واحد او اتنين تمشي، فرضتها بكوزين او بساين هتمشي. تمام؟ يبقى انت كده عندك اربع حالات اهو، حطهم لك في الملف.
احطهم لك في الملف. حبيت تحفظهم احفظهم، حبيت تشتغل بدماغك زي ما انا عن نفسي مش حافظهم يعني، حبيت تشتغل بدماغك زي ما انا بشتغل بدماغي مفيش مشكله. ماشي. واضح. المسألة بعد كده، طبعا دي النوع التاني من المسائل اللي هو ساين كوزاين او ساين ساين او كوزاين كوزاين، وخدنا الثلاث قوانين بتوعه والحمد لله نعرف نشتغل بيهم دلوقتي. النوع التالت بقى اللي هو يجيب لك تان اس ام وسيك اس ان، دي برضه ليها ايه، ليها جدول. عايز تحفظ الجدول هي مرحبا، مش عايز تحفظه عايز تشتغل بدماغك هتوصل برضه بنفس الفكرة بالظبط. هنا بيقول لك الباور بتاع التان والباور بتاع السيك، لو كان ده اود وده اود فاستخدم ان اليو، حط اليو بسيك اكس. ماشي. لو كان ده ايفن وده ايفن حط لي ان اليو بتان اكس. طب لو كان الباور بتاع التان ايفن والباور بتاع السيك اود، ها، يقول لك شيل التان سكوير وحط لي مكانها السيك سكوير ناقص الواحد اللي هو القانون اللي احنا حافظينه. طب لو كان الباور بتاع التان اود والباور بتاع السيك ايفن استخدم اي كيس من الاثنين. حطه لك برضو بحيث ان انت ايه، عايز تشتغل بماشي عايز تشغل دماغك برضو مفيش مشكلة. ماشي. انا بالنسبة لي اي طريقة هتوصلك، اي طريقة هتوصلك. عندك جدول تالت بتاع مين، الكوتان والسك، الكوتان والسك. لو انت الباور بتاع الكوتان اود والباور بتاع الكوسيك اود تستخدم الايه الفرض ده ان اليو كوسيك. طب لو كان ايفن وايفن يبقى تحط اليو بكوتان. ماشي. طب لو كان ايفن واود هتشيل الكوتان سكوير وتحط مكانها كوسيك سكوير ناقص الواحد. طب لو كان اود وده ايفن يبقى اي كيس من واحد والاثنين. انا من رايي، من رايي المتواضع، انا ذات نفسي مش حافظهم، انا ذات نفسي مش حافظهم ومش عايز احفظهم. ليه؟ عشان الحمد لله بعرف اشغل المساله ايه، بعرف اقرا المساله واعرف انا هعوض بايه من غير ما اقعد اشغل دماغي مين اود ومين ايفن والقصه الزرقاء دي. طب ديت انا اكتسبتها منين؟ اكتسبتها من ان انا حليت مسائل كتير. خلاص بقى الفكره بالنسبه لي بقت سهله. فانت ممكن من، لو انت حليت على كل نوعيه خمس ست مسائل عينك بعد عينك هتلمح التعويض بمين هيكون احسن. خمس ست مسائل بس في كل نوع من الثلاثه اللي احنا خدناهم. احنا خدنا اول نوع الساين في كوزاين، تاني نوع السيك في تان، تالت نوع الكوتان في كوسيك. هحل لك بس خمس ست مسائل على كل نوعية هتعرف التعويض الصح فين. ماشي يا شباب. تمام. الأشكال دي طبعا احنا امبارح كلها خدناها صح كده؟ صح ولا ايه؟ صح صح. الأشكال دول احنا خدناهم وخدنا مسائل عليهم كمان واتضح لنا امبارح ان الإثبات هو اللي فيه خطوات كتير، انما المسائل الرقمية بتبقى سهلة، المسألة بتخلص في ثانية. بس كده. وطبعا احنا خدنا الانتجريشن باي بارشل فراكشن، ده في الحصة التانية خلصناه. ناقص لنا بقى مين؟ ناقص لنا حاجة اسمها الامبروبر انتجريشن. الامبروبر انتجريشن طبعا ده كله كده باي بارشل فراكشن. ونيجي بقى نشوف الامبروبر بتاعتنا اللي هي الامبروبر انتجرال، وركز معايا بقى هنا في المحاضرة ديت قوي على قد ما تقدر. ماشي. الامبروبر انتجرال بيقول لك ايه بقى، او احنا ليه بنستخدم الامبروبر انتجرال دوت. هو دوت نوع من الانتجريشن، وخلي في بالك هو مش نوع جديد، انت خلاص القوانين بتاعت الانتجريشن انت خدتها، مش هزود لك هنا قوانين ولا حاجه، هي نفس القوانين بتاعت الانتجريشن اللي انت خدتها. بل هنا بيسألك في ابسط نوع من الانتجريشن، ابسط نوع من الانتجريشن اللي هو بتاع الحصه رقم واحد، ما بيسألكش ولا في الحاجات الجديده اللي احنا خدناها كلها. بس ايه الفكره بقى، الفكره اللي هو الامبروبر انتجرال دوت بنستخدمه لما تكون الفانكشن بتاعتي ديسكونتينوس على الفتره بتاعتي. احنا كل الانتجريشن اللي احنا خدناه احنا بنكون فارضين ان ايه بقى، ان استنى، بنكون فارضين ان المساله بتاعتي بتكون كونتينوس على الانترفال بتاعي.
يعني أنا مثلا لو انا بقول لك هات لي انتجريشن من 2 ل 3 لاكس تربيع، فانا بدل ما انا سالتك كده يبقى انا متاكد ان الفانكشن دي كونتينوس من 2 ل 3. يعني ايه كلمه كونتينوس؟ يعني الداله مرسومه ومفيش فيها فراغات. يعني مثلا بص، من اول 2 لحد 3 الفانكشن بتاعتي مرسومه وما فيهاش فراغات، مفيش حاجه قطعاها، فهي كونتينوس متصله، كلها متصله ببعض في الفتره من 2 ل 3. تمام. طب بيحصل ايه بقى لما انا اجي اطلب منك انتجريشن من مثلا من سالب 2 ل 3 او من اي رقم لاي رقم والفانكشن مش كونتينوس في النص؟ فلازما هنا بقى نستخدم مين؟ نستخدم حاجه اسمها الامبروبر انتجريشن. الامبروبر انتجريشن. فانا اول حاجه المساله بتاعتي بروح اشوف فين المشكله. انا لو الراجل طلب مني امبروبر اروح اشوف مين؟ اروح اشوف فين المشكله بتاعتي. تمام كده. تعال مثلا نشوف المثال اللي هو مديهولي دوت، اللي هو بيقول لك من سالب 1 ل 2 لواحد على اكس تربيع. المفروض لو انا واحد بحل المثال دوت هحله ازاي؟ هقول والله ان الانتجريشن بتاع الحوار دوت هيكون شكله عامل ازاي. ثانيه واحده. هروح اطلع الاكس تربيع ديت فوق، يبقى من سالب 1 ل 2 هطلع الاكس تربيع ديت فوق بسالب 2، صح كده؟ وازود على الاس 1 واقسم على الاس الجديد واروح اعوض بالحدود بتاعتي. اروح اعوض بالابر ليميت اللي هو 2 اس سالب 1 على سالب 1 ناقص اللور ليميت اللي هو سالب 1 باور سالب 1 على سالب 1. فديت تديك سالب 1 على الاتنين، وديت تديك كام؟ زائد سالب 1 اللي هي في الآخر تديك كام؟ تديك سالب 3 على الاتنين اللي هو سالب 1.5 يعني. تمام؟ ده المفروض لو أنا واحد طبيعي بحل ومش فاهم يعني إيه امبروبر انتجريشن. هلاقي طبعا إن الكلام دوت كله غلط. هتقول لي ليه غلط؟ هقول لك بسبب إن المسألة ما بين السالب 1 والاتنين ما كانتش كونتينوس. من سالب 1 ل2 كان في كده قيمة في النص مش كونتينوس. طب احنا عرفنا ازاي؟ بص كده على الرسمة بتاعة الفانكشن اللي هي 1 على اكس تربيع اللي الراجل بيقول لك هات لي الانتجريشن عليها. هلاقي ان الراجل طالب مني من سالب 1 يعني تقريبا من هنا كده، صح؟ من سالب 1 لحد الاتنين. الفانكشن عند الزيرو مش مرسومة اصلا، مفيش رسمة هنا للفانكشن. فبالتالي هي في الفترة ديت هي في الفترة ديت ما هياش ايه؟ ما هياش كونتينوس. فانا كنت لازم اشوف المشكلة بتاعتي اللي هي عند الصفر، صح كده؟ يبقى عند الإكس بصفر، عند الإكس بيساوي صفر، كان هنا كده في مشكلة، وكنت لازم أشيل المشكلة دي بقى. طب كنا بنشيلها إزاي؟ هنشوف دلوقتي بنشيلها إزاي. تعالى كده نشوف أول مثال عندنا ونشوف بيتحل إزاي. الراجل بيقول لك أنا عندي انتجريشن من 0 لواحد لواحد على الروت واحد ناقص الإكس. أنا هشوف الحدود بتاعتي دي لو أنا عوضت فيها قبل ما أشتغل المسألة، هل هي هتحصل مشكلة ولا لأ؟ المشكلة اللي عندي اللي أنا ما ينفعش أقسم على زيرو، صح؟ دي مشكلة عندي في الماس. لو أنا قسمت على زيرو يديني إيه؟ ايرور أو ماس ايرور. فأنا راح أعوض كده بالحدود بتاعتي، أعوض عن الإكس بصفر يبقى واحد على روت واحد ناقص صفر اللي هو بواحد يعني. مفيش هنا مشكلة. طب أعوض كده عن الإكس بواحد هتبقى واحد على روت واحد ناقص الواحد، ده كده بصفر، يعني في الآخر بواحد على صفر، صح؟ دي كده مشكلة. يبقى أنا كده عندي مشكلة في مين؟ عندي مشكلة مع الواحد، صح كده؟ عندك مشكلة بحاجة شيلها. طب أشيلها إزاي؟ ركز معايا بقى. بنشيلها هنا بحاجة اسمها الليميت. سيبك من الحل اللي مكتوب دوت وركز في اللي أنا هكتبه بالأزرق. أنا دلوقتي عندي مشكلة مع الواحد، صح؟ فأنا هشيله وأحط مكانه ار. تمام؟ وهروح أعمل انتجريشن للفانكشن بتاعتي عادي، واحد ناقص الإكس. بس أنت عملت للفانكشن بتاعتك شلت الواحد وحطيت مكانه ار، يبقى لازم تحط بره ليميت. فاكر الليميت بتاعت الماس 1؟ لما الار تقترب من الواحد. طب من الواحد الماينس ولا الواحد الزائد؟ يعني واحد ماينس كده ولا واحد زائد؟ عايزين نعرف. دلوقتي انت رايح للفانكشن من كام لكام؟ انت رايح لها من اول الصفر ورايح عند الواحد، صح؟ مش انت شلت الواحد وانت داخل على الواحد من ناحية الشمال؟ ما انت هشيله كده من ناحية الشمال اهو. يبقى من عند الواحد السالب. طب لو انا كنت رايح له من ناحية اليمين كنت اقول الواحد الموجب. تمام.
مش بتفرق أوي حتة الواحد السالب ولا الواحد الموجب، ما بتفرقش أوي في الحل، في النتيجة في الآخر ما بتفرقش، بس أنا علمتها لك أهو. هروح أعمل انتجريشن للفانكشن ديت عادي جدا. إزاي؟ ديت كده هعتبر إن هي انتجريشن من 0 لR لواحد ناقص الإكس بكل باور سالب إيه؟ باور سالب نص. دوت إكس باور واحد، هزود على الباور واحد وأقسم على الباور الجديد، صح؟ فيبقى نص، وأقسم هنا على الباور الجديد اللي هو كام؟ نص، اللي هو واحد، اللي هو مقام المقام بسط، الاتنين تطلع فوق في البسط. تمام. واروح اعوض بالحدود بتاعتي اللي هي صفر وار. هشيل الاكس واحط مكانها ار، فتبقى اتنين في واحد ناقص الار الكل باور نص، ناقص لو انا رحت شلت الاكس وحطيت مكانها مين؟ زيرو، يبقى اتنين في واحد ناقص الزيرو الكل باور نص. تمام. من هنا كده هلاقي ان الحسبة ديت باتنين، صح؟ ناقص الحسبة ديت اتنين على واحد ناقص الار الكل باور نص، يعني اكني بقول لك اتنين في روت واحد ناقص الار، صح كده؟ بس ما تنساش ان المسألة بتاعتك اصلا كان فيها ليميت من الاول، ان الار كانت بتقترب للواحد، صح كده؟ يبقى انا دلوقتي راح اشيل الار واحط مين؟ راح اشيل الار واحط مكانها الواحد عشان اشوف الناتج هيطلع بكام. هيكون اتنين في واحد ناقص الواحد، شلت الار وحطيت مكانها واحد، ناقص اتنين. دوت كده بصفر، واحد ناقص الواحد بصفر، فأي حاجة بصفر. صفر ناقص اتنين بسالب اتنين. بس ما دام المسألة بتاعتي طلعت برقم فهي بتكون بتكونفيرج. كلمة كونفيرج أو دايفيرج، كونفيرج ديت معناها بتتقارب، طب دايفيرج بتتباعد. امتى بقول كونفيرج؟ لو الناتج بتاعي طلع بأي رقم بقول إن هي كونفيرج. طب امتى بقول دايفيرج؟ لما الناتج بتاعي بيكون ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية، بقول إن هي بتدايفيرج، بتتباعد. إنما الكونفيرج اللي هي بتتقارب لو طلعت الناتج بتاعها بأي رقم. ماشي يا شباب؟ احنا غلطنا بس هنا في التكامل، اللي احنا المفروض نزود على الأس واحد ونقسم على الأس الجديد، ونقسم على تفاضل مين؟ التفاضل اللي جوه القوس اللي هو سالب واحد. فهنا تبقى سالب وهنا تبقى موجب، هنا تبقى موجب، هنا تبقى موجب، هنا تبقى موجب. ماشي يا شباب؟ مثال تاني، مثال تاني، وافتح معايا المايك كده عشان افهم انت فاهم ولا مش فاهم. ها، مسألة شبه ديت كده بيقول لك الامبروبر انتجرال ده حلهولي، هتعمل ايه؟ أول حركة، حد يرد. أول حاجة بعملها اللي أنا بروح أختبر الحدود دي، أشوف أي واحد فيهم اللي هيسبب لي مشكلة. لو انا حطيت الاكس بسالب واحد تبقى سالب واحد سكوير بواحد، يبقى واحد على واحد بواحد، ما حصليش مشكله. طب حط لي كده الاكس بصفر، هتبقى واحد على صفر، دي هنا كده دي المشكله. يبقى المشكله بتاعتي فين؟ لما يكون الاكس بصفر، صح؟ فانا هروح هنا اهو على اليمين بالاخضر، هقول ايه؟ هقول خلاص انا هشيل الصفر واحط مكانه ار. تمام. بس هروح اقول له ليميت لما الاكس تقترب، قصدي لما الار تقترب لمين؟ للزيرو، بس الزيرو النيجاتيف. ليه؟ عشان انا جاي من السالب واحد ناحية الزيرو من ناحية الشمال، يبقى كده زيرو نيجاتيف. تمام كده. لمين؟ لواحد على اكس سكوير. ده كده اول خطوة يا شباب، عرفت فين المشكلة. المشكلة عندي في الصفر، شلت الصفر وبعد كده ايه؟ اشتغلت. ماشي. بعد كده اعمل ايه؟ تاني خطوة بعمل انتجريشن عادي جدا، يبقى ليميت لما الار تقترب من زيرو السالب اروح اعمل انتجريشن عادي جدا. الانتجريشن ده واحد على اكس سكوير، ازاي اعمل له انتجريشن؟ هطلع الاكس سكوير فوق باكس اس سالب 2، هزود على الباور واحد باكس اس سالب واحد، واقسم على الباور الجديد اللي هو سالب واحد، والحدود بتاعتي من سالب واحد لار، صح؟ بعد كده هروح اعمل ايه؟ اروح اعوض. اروح اعوض بمين بقى عن الاكس؟ اول حاجه بالابر ليميت اللي هو ار ده، فيبقى ار باور نيجاتيف واحد على نيجاتيف واحد، ناقص لما اعوض بمين؟ باللور ليميت، يبقى نيجاتيف واحد باور نيجاتيف واحد على نيجاتيف واحد. الخطوه الثالثه اللي انا بروح اعوض عن مين؟ عن الار بصفر. مش الار تقترب من الصفر، روح عوض لي عن الار بصفر.
فهنا ديت كده هتبقى أكني بقول لك سالب واحد على ار. ظبط بس شكل المسألة الأول. ناقص ولا زائد واحد على سالب واحد. ماشي كده يا نجم. عوض لي بقى عن الار بصفر، هتبقى سالب واحد على صفر ناقص الواحد. فلاقي إن هي بكام؟ بما لا نهاية ناقص واحد، ما لا نهاية ناقص واحد بما لا نهاية. هقول لك بقى كام قانون هنا كده لازم تكون عارفه. أي رقم على صفر بما لا نهاية. أي رقم على الما لا نهاية بيكون بصفر. إي باور ما لا نهاية بما لا نهاية. إي باور نيجاتيف ما لا نهاية بصفر. ولن الما لا نهاية بما لا نهاية. لو أنت حافظ الخمس حاجات دول الدرس ده يمشي معاك حلويات. يبقى أي رقم على الصفر بما لا نهاية، أي رقم على الما لا نهاية بصفر، إي باور ما لا نهاية بما لا نهاية، إي باور نيجاتيف ما لا نهاية بزيرو، لن ما لا نهاية بما لا نهاية. ماشي؟ طبعا لما حد يجي يقول لك الما لا نهاية تنقص منها واحد، أكني بقول لك بحر شلت منه نقطة اتبقى لي البحر. صح كده ولا إيه؟ يبقى الناتج بتاعي هنا ما لا نهاية، في الحالة دي بتكون إيه؟ بتدايفيرج. افتح المايك واسألني أو اتكلم كده معايا. إيه الدنيا؟ بتتكلموا طيب ولا ساكتين ولا إيه؟ أنا مش سامع. ألو، حد يتكلم يا شباب. طب سامعيني طيب يا خالد ولا إيه؟ تمام. طب فاهمين طيب ولا إيه الدنيا؟ تمام. طب الحمد لله إن أنتوا فاهمين. يا مصطفى. تمام. لسه هنحل شوية مسائل أهو، لسه هنحل شوية مسائل أهو. مسألة كمان أهي. الراجل بيقول لك انتجريشن من صفر لواحد لواحد على الروت بتاع الإكس. أول خطوات الحل هشوف هل الزيرو فيه مشكلة ولا الواحد هو اللي فيه مشكلة. تعال نشوف. تعال نعوض بالزيرو. هيبقى واحد على الروت بتاع الزيرو، واحد على الروت بتاع الزيرو اللي هو بواحد على زيرو. خلاص قفشنا المشكلة اهي، إن المشكلة عندي في الزيرو. هعمل إيه دلوقتي؟ هروح أقول له ليميت لما الار تقترب من الزيرو اللي هو المشكلة بالنسبة لي. لمين بقى؟ لانتجريشن. هشيل الزيرو واحط مكانه ار لحد الواحد لواحد على الروت اكس بالنسبة للدي اكس. كده أنا حليت المشكلة. ناقص بس دلوقتي نعمل ايه؟ راح اعمل انتجريشن لواحد على روت اكس. الانتجريشن بتاع الواحد على روت اكس هو بمين بقى؟ باتنين. باتنين روت اكس. معلش نمسح بس الانتجريشن دوت. باتنين روت اكس. ماشي. والحدود بتاعتي ار وواحد. هعوض اول حاجة بالابر ليميت اللي هو الواحد، هيبقى اتنين في روت واحد. كده انا عوضت بالابر ليميت. ناقص لما انا اعوض باللور ليميت اللي هو اتنين في روت ار. ماشي كده. طبعا المسألة ديت ليميت لما الار تقترب من الزيرو. تاني بعد كده اعمل ايه؟ هروح اعوض عن الار بزيرو. بعد ما انا خلاص عوضت بالابر ليميت واللور ليميت هروح اعوض عن الار بزيرو. فيبقى 2 في روت واحد ناقص 2 في روت زيرو.
2 في روت 0 دوت بزيرو، و2 في روت 1 اللي هو ب2. فهي في الحالة دي تكون بتكونفيرج. تكونفيرج ليه؟ عشان الناتج طلع برقم، اي الرقم بقى ايا يكن الرقم ده شكله عامل ازاي، فهي تكون بتكونفيرج. تمام. نيجي بقى للنوعية التانية من الامبروبر انتجريشن، ألا وهي إيه بقى؟ إن الراجل يجي يقول لك أنا عندي انتجريشن من -1 ل2 ل1 على الإكس سكوير. تعال كده نشوف أنهي واحد فيهم هيعمل لي مشكلة. تعال نعوض كده بالسالب 1، فيبقى 1 على -1 الكل سكوير يطلع لك ب1، مفيش هنا مشكلة. طب عوض كده عن الاتنين، يبقى 1 على 2 سكوير ب1 على 4. إيه ده؟ ولا ده عامل مشكلة ولا ده عامل مشكلة. يبقى المشكلة بتاعتي فين؟ يبقى أكيد المشكلة بتاعتي في المنتصف ما بين -1 وال2، في المنتصف، في الميدل بتاع الانترفال، ميدل اوف ذا انترفال. مين هنا المنتصف أو مين هنا اللي بيمثل لي المنتصف؟ ألا وهو مين؟ الصفر. ليه؟ الصفر هو اللي بيمثل لي المنتصف بتاع المسألة دي. يبقى انتجريشن لو انا قلت 1 على صفر سكوير هتبقى ب1 على صفر، يبقى الواحد على صفر ده بيمثل لي مشكلة، بس الصفر مش موجود هنا في الحدود، صح؟ مش موجود. يبقى انا لازم اقسم المسألة بتاعتي لمسألتين. ازاي؟ انا دلوقتي عندي المسألة بتاعتي بادئة من اول -1 لحد 2، بس انا المشكلة عندي في الزيرو، صح؟ يبقى انا دلوقتي هاخد الانتجريشن من -1 لزيرو زائد انتجريشن من 0 ل2. انتجريشن من -1 لزيرو ل1 على اكس سكوير زائد انتجريشن من 0 ل2 ل1 على اكس سكوير. طب انا ليه عملت الحركه ديت؟ عشان احل المشكله بتاعتي اللي هي الزيرو، وابقى انا كده قسمت المساله بتاعتي لاثنين امبروبر انتجرال. هاجي في المساله الاولانيه واشيل الزيرو واحط مكانه ار، والمساله الثانيه هشيله واحط مكانه ار، وابدا اشتغل المساله. الفكره دي واضحه؟ واضح. ايوه انا سامع صوت مصطفى. يبقى احنا زي ما احنا قلنا من شويه ان من -1 ل2، ما دام الاول ما فيهوش مشكله والتاني ما فيهوش مشكله، يبقى انا عندي مشكله في الميدل بتاع الانترفال اللي هو غالبا في كل مره هيكون الزيرو يعني. تمام. هروح اعمل ايه؟ قلنا هنروح نقسمها لمسألتين، هاخد من -1 لزيرو ومن 0 ل2، واروح اعمل انتجريشن للاكس اس -2 اللي هو بكام؟ هزود على الاس 1 واقسم على الاس الجديد اللي هو هيبقى -1 على اكس يعني في الاخر. تمام. هروح اعوض بقى بالحدود بتاعتي. انا طبعا هشيل الزيرو واحط مكانه ار، واشيل الزيرو واحط مكانه ار. هروح اعوض بالابر ليميت اللي هو هيكون -1 على ار ناقص -1 على -1، صح كده؟ زائد هروح اعوض بالابر ليميت اللي هو 2، يبقى -1 على الاتنين ناقص -1 على صفر، او -1 على ار بقى، ما احنا شلناه وحطينا مكانه ار. هروح اعوض بالليميت بقى، يبقى -1 على صفر، -1 على صفر ناقص 1 زائد -1 على الاتنين ناقص 1 على صفر. مش لسه قايل لك من شويه ان اي رقم على صفر بما لا نهايه؟ الما لا نهايه جمعت او طرحت عليها اي حاجه فهي في الاخر ما لا نهايه. لازم تتعامل مع ما لا نهايه ديت على انها ايه؟ هي الكل في الكل يعني. جمعت عليها طرحت عليها عملت عليها فيها في الاول وفي الاخر ما لا نهايه برضه. يبقى في الحاله ديت الانتجريشن دوت بي دايفيرج. الفكره دي واضحه ولا مع الاسف؟ واضحة. انا اعتقد ان ده سهل، اسهل من المدعكه اللي احنا كنا فيها من الحصه اللي فاتت. مم. سهل جدا كمان، هو الانتجريشن تافه، انا بس اشوف فين المشكله وبشيلها. المساله دلوقتي يا عم النوع دوت الامبروفر انتجريشن اللي هو النوع الثالث، ان انا بلاقي في المساله بتاعتي ما لا نهايه. دايما الما لا نهايه بالنسبه لي بتبقى مشكله من غير ما احسب بقى ولا اعمل. انا اول ما اشوف الما لا نهايه هشيلها واحط مكانها ار واقول ليميت لما الار تقترب لما لا نهايه. مثال شبه ده كده، يقول لك انا عايز احسب من 1 لما لا نهايه ل1 على جذر اكس. انا بقى مش هروح احسب مين المشكله، هي كده كده المشكله في الما لا نهايه. يبقى انا هروح اعمل ايه؟ هقول ليميت لما الار تقترب من الما لا نهايه انتجريشن من 1 لحد مين؟ المفروض لحد ما لا نهايه، لا ما انا شلت ما لا نهايه حطيت مكانها ار لده. دوت هيبقى 1 على اكس اس نص، هطلعه فوق يبقى اكس باور -نص، واعمل له انتجريشن عادي جدا، ازود على الاس 1 واقسم على الاس.
اللي هو يبقى ده. هروح اعوض بالحدود، يبقى 2 روت ار ناقص 2 روت واحد. هحط ما لا نهايه، هتبقى 2 روت ما لا نهايه ناقص 2 روت واحد. 2 روت ما لا نهايه بما لا نهايه برضه، ناقص 2 في روت واحد اللي هو 2. ما لا نهايه شلت منها 2، هي نفس ما لا نهايه. ما لا نهايه ده اكنه بحر، شلت منه نقطتين فهو اللي بقى لي البحر برضه. فاهم؟ يبقى هي في الحاله ديت ايه؟ بتدايفيرج، بتتباعد. تافه ولا صعب ولا ايه؟ انا مش سامعك يا خالد. انت فاتح المايك اهو بس انا مش سامعك يعني. انا سامع مصطفى. هو كان في أرقام متعوض فيها، ارقام ايه بقى؟ اللي هي الحدود بتاعتها، بالظبط. اللي هي ما ما ديت مسائل الحدود بتبقى سهله، بيكون الناتج بتاعها رقم يعني. تمام، استنى كده اما نشوف خالد بيقول ايه. واضح، ماشي. مساله برضو شبه ديت كده، بس ديت مساله هتتحل شويه طويله. تعال بس نشوف ديت. انتجريشن من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف واحد، ماشي، لواحد على اكس. انا بالنسبه لي شفت انفينيتي او نيجاتيف انفينيتي ديت المشكله. هعمل ايه؟ هشيل النيجاتيف انفينيتي واحط مكانها ار. هقول ليميت لما الار تقترب للنيجاتيف انفينيتي. انتجريشن لما فكك من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف واحد. لا خلاص، انا شلت النيجاتيف انفينيتي وحطيت مكانها ار النيجاتيف واحد. لواحد على اكس. الانتجريشن بتاع الواحد على اكس بلين اكس، ما تنساش. هروح اعوض بالابر ليميت، هيبقى لين ليه سالب واحد ناقص لين لمين؟ للار. لين السالب واحد بزيرو، ماشي. ولين الار اللي هو لين ما لا نهايه. ما انا هعوض بقى عن الار بما لا نهايه او بسالب ما لا نهايه، مش هتفرق معانا في حاجه. لين ما لا نهايه اللي هي بكام؟ بما لا نهايه. ففي الحاله دي هتكون بت دايفيرج. تمام، واضحه. اعتقد ان هي واضحه. المثال اللي بعد كده او النوع الثاني، ان الراجل يجيب لي الانتجريشن من كام لكام بقى يا حاج. يقول لك من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي. انا عندي مشكله مع الاثنين، صح؟ ففي الحاله ديت لازم أنا اقسم الانتجريشن دوت لاثنين انتجريشن. وممكن بقى تقسمها ازاي؟ اقول من نيجاتيف انفينيتي لاي رقم انا اختاره براحتي، زائد نفس الرقم بس الانفينيتي. هنا الراجل في المساله دي تختار الصفر هو اللي يكون الرقم بتاعه. خلاص، فانا اقول له خلاص من نيجاتيف انفينيتي لصفر للاي باور نيجاتيف اكس، زائد من صفر لحد الانفينيتي لاي باور نيجاتيف اكس. وبعد كده اشيل الانفينيتي والنيجاتيف انفينيتي واروح احط مكانهم ار. يبقى ار لما تقترب لنيجاتيف انفينيتي، ها، من ار لصفر لاي باور نيجاتيف اكس، زائد ليميت لما الار تقترب لانفينيتي لمين بقى؟ من صفر لحد الار لاي باور نيجاتيف اكس. في مشكله يا جدعان في الكلام ده؟ انا شايف اللي هو شغل تافه قوي. راح اعمل انتجريشن، هعوض بالحدود واشوف في الاخر هتطلع لي بالدايفيرج ولا بالكونفيرج. صعب يا جدعان ولا ايه؟ اقول في تاني يا مصطفى؟ هي واضحة، هي واضح واضحة صح؟ كده. اسهل يعني، يمكن اسهل نوع انتجريشن احنا خدناه لحد دلوقتي. اه. تمام. كده يا حاج احنا خلصنا كده الانتجريشن تكنيكس كلها، الحمد لله. طبعا ده نفس الفكرة او نفس المسائل بالظبط، بس انا هناك متنظمة في شكل ايه؟ في شكل سلايدات، انما هنا كانت طويلة شوية. ممكن طبعا تاخد المسائل دي سكرين شوت لو انتوا عايزين تحلوها على الامبروبر انتجريشن. عندك 4 مسائل اهم. وانا كده بالنسبة لي الحصة كده ضن أوي. ممكن برضو تاخد المسألتين دول، تشوف الدنيا. دول كده كلهم مع بعضهم امبروبر انتجريشن كده.